إذن في 14 من مارس بدأت عملية تقييم المعلومات الاستخباراتية في اجتماع ترأسه أوباما بنفسه. وفي الاجتماع السادس أي في الأول من مايو اتخذ القرار بالتحرك ضد بن لادن. وفي ساعة الصفر تحركت 4 مروحيات من طراز بلاك هوك من قاعدة باغرام العسكرية في أفغانستان شرقا في اتجاه أبتاباد القريبة من العاصمة الباكستانية إسلام آباد. عند الوصول إلى المنزل المستهدف بدأت عملية إنزال عناصر البحرية الأمريكية البالغ عددهم 24 شخصا مزودين بأحدث الأسلحة والمعدات التقنية. ووفقا للرواية الأمريكية فإن حراس أسامة بن لادن فتحوا نيران كثيفة كانت من سطح المنزل صوب إحدى الطائرات، ما أدى إلى إصابتها وتحطمها. وبينما كان يدور الاشتباك مع حراس بن لادن تسلل قسم آخر من الجنود الأمريكيين داخل المنزل. أشرس المعارك وقعت داخل غرفة نوم بن لادن الذي فوجئ باقتحام الغرفة حسب الرواية الأمريكية، فإن الرجل رفض الاستسلام واستخدم زوجته كدرع بشرية. اشتبك مع الجنود وانتهى الاشتباك بمقتله برصاصة في الرأس بعد 40 دقيقة من بدء العملية. بدأت القوى الخاصة بالانسحاب من المكان بعد أن أقلت جثة بن لادن إلى إحدى الطائرات المروحية، ومن ثم توجهت القوى المداهمة إلى حاملة الطائرات الأمريكية التي كانت في بحر العرب، حيث ألقت هناك جثة بن لادن وفق الرواية الأمريكية أو دفنه حسب تعبيرهم.